أصالة عن نفسي ونيابة عن زميلاتي وزملائي طلبة مسلك علوم الإعلام والصحافة بكلية الآداب، أشكر القيمين على إذاعة وجدة الذين أتاحوا لنا فرصة سرد تجربة إنسانية كانت بالنسبة لنا فريدة من نوعها، عشناها بكل حزن وأسى وبكل تفاصيلها. حيث انتقلنا ليلة أمس الخميس 23 دجنبر برفقة أعضاء جمعية كن إيجابيا المهتمة بالعمل الاجتماعي محملين بأغطية ألبسة شتوية ومؤونة. تصادفنا خلال هذه الجولة الليلية بعدد من الأفارقة المهاجرين الذين يشتكون من قلة الطعام وانعدام المأوى والألبسة التي تقيهم من شدة البرد وقساوة الظروف، فقدمت لهم الجمعية بمشاركة الطلبة المؤونة من أكل وغطاء ولباس. لمسنا عن قرب خلال جولتنا الليلية هذه حالات إنسانية في وضعية جد صعبة يعاني أصحابها قساوة الحياة ومرارة العيش، تجربة بقدر ما كانت قاسية حزينة بالنظر للمعاناة الإنسانية بقدر ما كانت مهمة في نفس الوقت بالنسبة لنا، حيث تأكد لنا أن العمل الاجتماعي مهم ومهم جدا لما له من آثار إيجابية واجتماعية. دخلنا إلى بعض المساكن التي يسكن بها هؤلاء المهاجرين صراحة. صف لنا يا حمزة، نحن لم نتمكن من الدخول إلى هذه الأماكن نظرا لصعوبة المكان. نعم. صف لنا ذلك المكان الذي اكتظ فيه هذه الأفارقة. نعم، بطبيعة الحال هذا المكان بالضبط كان هناك اكتظاظ كبير، اكتظاظ مهول، بحيث غرفة واحدة نجد ما يقارب 20 أو يزيد عن 20 شخص مفتقدين لأدنى وأبسط ظروف العيش. صراحة تجربة يعني جد مؤثرة، ولم نكن نتصور أنهم يعانون تلك المعاناة. والأكثر من ذلك أن في بعض الأماكن الأخرى كقنطرة واد الناشف، عندما نزلنا إلى أسفل القنطرة ولاحظنا الوضع المأساوي جدا الذي يعيشه هؤلاء المهاجرين، صراحة استطعنا من خلاله أن نصل إلى عمق المكابدات التي يكابدونها وإلى عمق المعاناة التي يعانونها في افتقار كبير وشديد لأبسط ظروف العيش الكريم. أدعو الجميع إلى أن يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، على نعمة المسكن والملبس والمأكل، وأدعو الجميع إلى أن ينخرط في مثل هذه المبادرات. بالنسبة للشعور أستاذة شفيقة، حقا شعرنا معهم بكل ما هو إيجابي، وذلك من خلال إعداد بعض الأطعمة، ونحن مجموعين وكلنا طاقة وحيوية وهدفنا واحد. وحينها فهمت لن يكون للنجاح طعم إن لم يؤكل بملعقة المشاركة والتعاون. أما اللقاء مع إخواننا الأفارقة كان بمثابة ذكرى جميلة ستبقى راسخة في مخيلتي، خاصة أنني لم أشعر باختلافهم عنا، لكننا عشنا معهم المعاناة التي يعانونها يوميا في قسوة هذا البرد، فحاولنا أن نساعدهم ولو بأشياء بسيطة كإعطائهم طعام وبعض الملابس، فكانت الحمد لله السعادة مرسومة على وجوههم، وهذه هي غايتنا الأسمى. ومن هنا ندعو الجمعيات للقيام بمثل هذه الالتفاتات والأخذ بهذه البادرة الإنسانية. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فقد كتب لي أن تكون تجربة البارحة تجربتي الأولى، وقد كانت ناجحة بكل معنى الكلمة. فقد زرنا الأفارقة المهاجرين الموجودين في الأحياء الهامشية هنا بوجدة، وقدمنا لهم بعض المؤونة، ووزعنا عليهم بما يقارب أو يعادل 115 وجبة من حليب وبيض، بعض الفواكه وبعض الملابس، وقد تعرفنا على معاناتهم وتحدثنا معهم. وفي ختامي أريد أن أدعو كل من يسمعني الآن إلى المشاركة في هذا النوع من الخرجات، لأنها بكل تأكيد ستكون من أفضل الأشياء التي يمكن أن يعيشها المرء. صراحة كتجربة أولية لي كانت تجربة ناجحة. كان هناك نوع من التعاون والتآزر بين الطلبة، كانت هناك مهام متفرقة كل على حدة. شعور جميل وسيء عندما نرى مثل أفارقة مهاجرين في مثل هذه الحالات. كانت آخر محطة وآخر نقطة باسم واد الناشف. كيف كانت يعني هذه التجربة وأنتم ترون هؤلاء الطلبة يعيشون يعني تحت القنطرة، ربما يعني حالة نعم يعيشون في حالة يرثى لها. لا يوجد مسكن، يقطنون تحت القنطرة، لا يوجد لا مأكل لا مشرب لا أي شيء. تفاعلتم مع هؤلاء؟ نعم تحدثنا معهم حوارات، نعم، وأعطينا لهم المساعدة.
وأكيد أنه ستكون هناك لقاءات أخرى نعم إن شاء الله ستكون مختلفة. إن شاء الله ستكون خرجت مقبلة إن شاء الله بحول الله. كانت أول تجربة لي في القيام بعمل تطوعي خيري، فتفاجأت وشعرت بالأسى الشديد على هؤلاء المتشردين بدون سقف يأويهم، ينامون ويأكلون في الشوارع ولا توفر لهم الحقوق التي يتوفر عليها الإنسان الطبيعي مثل المسكن والمأكل البسيط. معظمهم هؤلاء الأشخاص هم لاجئين نازحين يبلغ عددهم حوالي 100 أو 115 فردا، أجبروا على عبور حدودهم الوطنية وترك بلدانهم، لكنهم لا يمكن لهم العودة نظرا لغياب الأمن والاضطهاد الموجود في دولهم. واليوم وكلاجئين فهم يبيتون في العراء متحملين قسوة الطقس والجوع، ينتظرون أيدي دافئة ليمسكوا بها. فحاولنا أن نمد أيدينا ولو بالقليل، فقدمنا لهم مجموعة من الضروريات التي يحتاجها معظم الناس، منها الطعام كالحليب، الخبز، الفواكه، ثم الملابس والبطانيات التي من شأنها أن تساعدهم في تحمل هذا البرد. أما بالنسبة لشعوري فقد كنت جد متأسفة وحزينة لرؤيتهم يعانون في كل هذه الظروف الصعبة التي تحيط بهم. مسكون كمان مع علي الشاطمي الذي كان حاضرا بقوة، كان حاضرا في التنسيق القبلي والبعدي. شكرا لك، كل الشكر يا علي على كل هذه المجهودات التي بذلتها من أجل إنجاح هذه المبادرة الليلية والتنسيق مع باقي الزملاء.